أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنبدأ في منهج الصف الأول الإعدادي. طب اللي معانا المعروض دلوقتي هو كتاب الامتحان. بيتكلم فيه في الدرس الأول عن قارة أفريقيا. قارة أفريقيا يتكلم فيها عن الموقع والكشوف الجغرافية. في الدرس ده هنتكلم عن عدة حاجات. عندنا الصورة اللي قدامنا دي الكرة الأرضية ممثلة في وسطها قارة أفريقيا. تعال نشوف الدرس او المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ قال اول حاجه احنا درسنا في السنوات السابقه ان العالم يتكون من 7 قارات. قارات العالم القديم اللي هي اسيا، افريقيا، اوروبا. قارات العالم الجديد اللي هي امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا او بيسموها اوكيانوسيا، والقاره القطبيه الجنوبيه اللي هي انتاركتيكا. طيب قاره افريقيا من قارات ايه؟ العالم القديم. طيب اول نقطه عندنا قاره افريقيا من قارات العالم القديم. طيب بالنسبه لمصر هي جزء من قاره افريقيا. مساحه قاره افريقيا، القاره افريقيا ثاني اكبر قاره من حيث المساحه بعد قاره اسيا. وفي الكتاب هنا في كتاب الامتحان جايب ايه؟ الرسم البياني. قاره اسيا 30%، افريقيا 20%، بتاخد المركز الثاني. مساحه افريقيا تقريبا 30.4 مليون كيلو متر مربع. يعني 20%، 20% ده يساوي كام؟ الخمس. تبقى مساحه قاره افريقيا تساوي خمس مساحه يابس الكره الارضيه. اليابس بس مش الكره الارضيه، معلش. تبقى مساحه قاره افريقيا تساوي خمس مساحه يابس الكره الارضيه. طيب هنا موقع قاره افريقيا. موقع قاره افريقيا نتكلم عن موقع فلكي ونتكلم عن موقع جغرافي. الموقع الفلكي موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب يا استاذ لو جاب لي موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض اقول له ده موقع فلكي. طب الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبه لاماكن اخرى، بحار ومحيطات وقارات او دول مجاوره. تمام؟ طيب تعال نشوف الموقع الفلكي لقاره افريقيا. طب احنا عندنا في التعريفات ده عشان ما ننساش، جاب لي الصغير اللي هو كلمه الموقع الفلكي هيجيب له كبير، موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. لو جاب لي موقع المكان بالنسبه لاماكن اخرى من بحار ومحيطات وقارات ودول مجاوره هجيب له الموقع الجغرافي. لو جاب لي الكبير هجيب له الصغير، لو جاب لي الصغير هجيب له الكبير. طيب هو القى الضوء هنا على قاره افريقيا في وسط قارات العالم. تعال نشوف كده بقى، نكمل ونشوف بالنسبه لقاره افريقيا. تمتد قاره افريقيا بين دائرتي عرض 37 درجه 30 دقيقه او 37 درجه ونص شمالا، 34 ونص جنوبا. يعني بتعدي عليها 70 دائره عرضيه. طيب ده يدل على مساحتها الممتده طوليا من خط طول 51 شرقا ل 17 غربا، يعني تمتد على حوالي 68 خط طول. هنلاقي قاره افريقيا يمر بها 3 دوائر عرض رئيسيه، اللي هي ايه؟ عندي مدار السرطان. طب ده فين يا استاذ؟ في الشمال. طيب 2 دائرة الاستواء، برضه فين يا مستر؟ دي في الوسط تقريبا، وسط قارة افريقيا. 3 مدار الجافية، برضه ده فين؟ في الجنوب. يبقى لاقي قارة افريقيا يمر بها 3 دوائر عرض رئيسية. طب بيعدي عليها كمان ايه؟ خط جرينتش وده في الغرب. بيعدي تقريبا على دولة الجزائر، دي كدولة عربية. طيب وبذلك تمتد افريقيا بين نصفين كرة الارض الشمالي والجنوبي، تلتين مساحتها في الشمال والتلت الاخر في الجنوب. طب الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي ده مهم جدا. ليه؟ قال بص معايا، هنلاقي تقع افريقيا وسط قارات العالم وبتطل على مسطحات مائيه اللي هي شمالا في البحر المتوسط يفصلها عن قاره اوروبا. تمام؟ شرقا البحر الاحمر، هنشوف كده واحنا بنتكلم. هنا شمالا البحر المتوسط يفصلها عن قاره اوروبا، شرقا البحر الاحمر اهو. طيب عندنا بعديها والمحيط الهندي،
وغربا المحيط الاطلنطي، ويفصل عن قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طب قاره افريقيا بتقرب قوي من قاره اوروبا، برسم قاره افريقيا، وعندي ده مضيق جبل طارق، وعندي دي قاره اوروبا. النقطه دي هنسميها مضيق جبل طارق، تبقى افريقيا بتقرب قوي من اوروبا في المنطقه دي اللي عندها مضيق جبل طارق. طيب قاره اسيا بتقرب قاره افريقيا قوي من قاره اسيا، عندها مضيق باب المندب. احنا بنرسم البحر الاحمر بالشكل ده، عندي كده هنلاقي المنطقه دي هنسميها مضيق باب المندب، بيقرب بعض قوي من مضيق باب المندب، وتتصل بها عند شبه جزيره سيناء، متصلين ببعض في سيناء. وسيناء طبعا جزء من مصر، ومصر تقع في الركن الشمالي الشرقي. يقول لي شبه جزيره سيناء اهميه كبيره. ليه؟ اللي هي قدامنا على الخريطه اهي، لها اهميه كبيره عبر العصور، لها اهميه حضاريه. كل الثقافات، كل الحضارات اللي كانت في اسيا عشان توصل لافريقيا عدت على شبه جزيره سيناء. طبعا انتقال الحضارات والثقافات عن طريقها من اسيا الى افريقيا، مثل الحضاره الاسلاميه، سيدنا محمد كان فين؟ شبه جزيره عربيه. طيب لما انتقل الاسلام دخل سيدنا عمرو بن العاص عن طريق شبه جزيره سيناء. طب لا اهميه استراتيجيه، تعرض مصر عديد من الحملات العسكريه من خلالها. يعني اسرائيل لما حبت تحتل مصر او تحتل جزء من مصر احتلت شبه جزيره سيناء. طبعا الحفاظ على امن سيناء وضروره الحفاظ على امن القوم المصري، مش كده وبس، والافريقي. عندي حضاره، مجموعه الانتاج الثقافي زي العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم والانتاج المادي زي القلاع والمباني والقصور، وهو ما يميز مجتمعنا عن غيره. ده تعريف الحضاره. تبقى انا الاقي في الحضاره حاجتين: جانب مادي زي القلاع والقصور، جانب معنوي طبعا زي العادات والتقاليد والثقافه والعلوم والفنون وغيرها. عندي كمان هنقف كده عند النقطه دي بالنسبه لاهميه موقع قاره افريقيا.